أول تعليق من أسرة محمد صلاح بعد تبرعه لسكان غزة. عاجل وأخيرا، محمد صلاح يخرج ببيان عظيم ويدعم فلسطين. أعلنت جمعية الهلال الأحمر في مصر عن تبرع لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ مالي ضخم لصالح ضحايا قطاع غزة. وقال رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري بأن محمد صلاح قام بالتبرع وتقديم مساعدات لأهالي فلسطين، وقد تواصل معنا من خلال مدير أعماله الذي أبلغنا بهذا الأمر. وأوقف التبرع سلسلة من الانتقادات التي طالت اللاعب المصري بسبب ما اعتبره البعض عدم دعم للقضية. وأبدى عبد العزيز البنبي خال اللاعب محمد صلاح في حديث خاص لموقع سكاي نيوز عن ضيق أسرة اللاعب المصري من الانتقادات التي وجهت لمحمد صلاح، لا سيما وأن الجميع يعرفون أخلاق اللاعب المصري وأنه أحرص الناس على تقديم يد العون لأي شخص في ورطة. وتابع أيضا: الجميع يعرف بأن محمد صلاح لا يتأخر أبدا في عمل الخير، وهو بطبيعته يعمل في صمت وبعيدا عن الضجيج، ولهذا لم يلتفت للانتقادات التي وجهت إليه ولم تتأثر بها الأسرة. ورفض خال اللاعب محمد صلاح الإعلان عن قيمة ما دفعه اللاعب من تبرع لصالح ضحايا فلسطين، مؤكدا بأن اللاعب لا يفضل الإعلان عما تبرع به ويبقي الأمر بينه وبين الله، لأنه يقدم الفعل إرضاء لله وليس للناس. وانتقد خال اللاعب منتقدي محمد صلاح قائلا: شنوا حملات ضده بشكل كبير بداعي أنه لم يدعم القضية، وها هو اللاعب قد تبرع. هل توقفت الحرب الآن؟ أظن أنه من الأفضل أن يوقفوا الهجوم على محمد صلاح. أكد النجم الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول وقائد منتخب مصر وفخر العرب رسميا تضامنه مع القضية الفلسطينية، مضيفا أنه ليس من السهل الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة. محمد صلاح يعلن تضامنه مع فلسطين. وقال محمد صلاح في فيديو نشره عبر حساباته الرسمية جميعا: ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة. شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها. وأضاف محمد صلاح: يجب أن تتوقف المجازر فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا. وواصل محمد صلاح عبر الفيديو: يمر سكان غزة بأوضاع مزرية بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا. وأناشد جميع القادة للتكاتف معا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود. وبكده بنكون وصلنا لنهاية جميع أخبارنا النهاردة، فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. سلام.